صباح الخير على حضراتكم جميعا، يومكم جميل ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن حاجه ظريفه قوي اسمها العنجهيه المصريه. العنجهيه، هنعرف يعني ايه عنجهيه وليه مصريه، لان انا مصري فانا عندي العنجهيه دي، فهحكي لكم عليها ايه اللي بيحصل هنا وازاي العنجهيه المصريه وهي موجوده في بلاد كتيره جدا في الشرق الاوسط مش بتنفع في البلاد الكنديه. خليكم معايا، بس قبل ما نبتدي يا ريت كل ما اشتركش في القناة يشترك، وطبعا اللي مطنش ومكسل برضو يا ريت يشترك. مش هتكلف حضرتك حاجة غير انك تدوس على الزرار بتاع سبسكرايب، او تعمل ابوني بالفرنساوي، تعمل اشتراك بالعربي. وده يا سيدي مش هيكلفك اي فلوس ولا هيكلفك اي حاجة في الوقت، اكتر من الفيديوهات الجديدة اللي انا بعملها هتجيلك، وقد تكون يا سيدي مفيدة ليك. جرب، مش هتخسر حاجة. يلا بينا. العنجهية هي ايه؟ انا مش عارف العنجهيه ايه، بس يعني الواحد يحس بقيمته كده ونفسه وذاته ومش عارف ايه. الموضوع ابتدى معايا في مصر لما كنا بنخش ريستوران ما تعجبنيش حاجه، هات لي يا ابني المدير. يجي المدير اقول له واتخانق، يقول لي طب حقك عليا وارجوك ومعلش ومش عارف ايه. وانا فاكر مره كنا في ريستوران من غير ذكر اسماء، يعني كان في مكرم عبيد، وبعدين جه اكل كول سلو مش ريحته مش كويسه يعني، فمراتي ما شاء الله طبعا مسكته على طول وقالت له الاكل مش كويس. جه المدير قال لك لا كويس، مش عارف ايه، هو كان مساعد مدير يعني. فقلت له طب ماشي، هات لي بقى علبه انا هوريك انا هعمل ايه. هات لي علبه، ورحت واخد الكول سلو ده في علبه وقلت له انا هطلع على البوليس دلوقتي، ورحت كاتب له شكوى وحاطط الشكوى في البتاع. يا دوبك طلعت من المول بره لقيت التليفون بيرن بيرن. مدير المحل انا اسف وحقك عليا وارجوك وسامحني ومش عارف ايه، طب ممكن تجي لي بكره، طب نتراضى مش عارف ايه. فالكلام جميل ورحت له وجاب الراجل اعتذر وكله تمام. وفي مره تانية برضه في ريستوران تاني جبت المدير وقلت له انت كم نجمه هنا وازاي عندكم يحصل الكلام ده ومش عارف ايه، وحاجات زي كده كتيره جدا. كل ده كلام جميل جميل جميل، وكان في مصر الموضوع ظريف لدرجه ان انا حتى ولادي اكتسبوا مني هذا الموضوع، العنجهيه، المناخير اللي فوق. لما جيت كندا بقى، اول ما دخلت كندا في اول مره عايزين ناكل، فدخلنا رحنا ماكدونالدز. دخلنا ماكدونالدز طلبنا كويس، فجه الساندوتش من غير جبنه، همبرجر، وشكل الساندوتش كده مش زي الصوره اللي عاملينها، صوره حلوه قوي كده. ورحت نادي البنت وقلت لها تعالي هنا فين الجبنه ومش عارف ايه. راحت بصالي كده بقرف، وراحت رايحه جايبه حته جبنه بايديها وحطها في الساندوتش. انا بقى اتجننت، ازاي؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ العنجهيه بقى خدتني. رحت قلت لها انده لي المدير. راح جاي المدير عايز ايه؟ قلت له بص ايه ده، جايه لي حته جبنه بايديها وبتحطها ومش لابسين جوانتيات ومش عارف ايه وايه وايه. راح قال لي احنا هنا ما بنلبسش جوانتي. وبعدين خلاص راح ماسك الساندوتش رميه في الزباله، هيعملوا له واحد تاني. ايه ده بالبساطه دي؟ بالبساطه دي؟ مفيش اعتذار، حقك علينا، طب احنا هنبوس ايدك ومش عارف ايه ورجلك كلام من ده. دي اول خبطه خدتها في كندا. وبعدين مره دخلت محل كبير مثلا زي وول مارت، حد كلمني بقرف، فقلت له طب انا هوريكم انا مش داخل المحل هنا تاني. وانا خارج مراتي راحت قالت لي كلمه ظريفه قوي. مراتي ست حلوه كده، راحت قالت لي تفتكر المحل ده هيقف عليك يعني؟ يعني لو انت ما دخلتش المحل هم هيتضروا كتير يعني انت ما دخلتش، ولا احنا اللي هنتضرر؟ قلت لها لا مش عايز ادخل تاني المحل ده. طبعا انا دخلت بعد كده يعني، بس يعني العنجهيه خدتني قوي ان انا ازاي المحل ده مش عارف كده. وحتى اولادي ابتدوا لما يجوا هنا برضو ايه ده، بص يا بابا بص مش عارف ايه ايه ايه، العنجهيه واخدها. لغايه ما ابتديت اتعالج من موضوع العنجهيه ده، اتعالج من موضوع العنجهيه، وعرفت ان العنجهيه هنا ما بتمشيش. وبعدين ابتديت احاول اعالج الناس التانية من العنجهيه. فاكتشفت مثلا ايه، حد من بلد تاني شقيق يعني برضه من الشرق الاوسط كده، شركه تامين طلعت له العربيه توتال لوس. كويس. ازاي؟ ازاي تطلع العربيه توتال لوس؟ العربيه سليمه، العربيه كويسه. طب يا سيدي عايز ايه؟ انا هصلح العربيه، ما فيش مشكله، خليهم يدوني فلوس وانا اصلحها. ماشي، عينيا الاثنين. انا كنت متداخل في هذا الموضوع يعني، الوسيط ما بينه وما بين الشركه. فكلمت الشركه يا اخوانا ابعت لنا الاستيميشن اللي اتعملت لك، فطلعت الاستيميشن كبيره في حاجات كتيره جدا. يا عم هتعمل الكلام ده ازاي؟ لا 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 انا عندي ناس انا هعرف اتصرف مش عارف ايه. طيب يا عم اوكي هتتصرف ازاي؟ الراجل قال لك انا ما عنديش مشكله اديله الفلوس يصلح بيها هو، بس هات لي عربيه في جي اي. في جي اي يعني عربيه بايظه، يعني عربيه مكسره، يعني عربيه ما تتباعش بعد كده، عربيه فيها عيب. لا هو كده انا موافق، انا اجيب له مش عارف ايه. العنجهي. اوكي. طب يا حبيبي ما انت ممكن تاخد الفلوس وفي الاخر ما تعرفش تصلح العربيه.
وحتى لو صلحت العربيه والعربيه فيها مشاكل كتيره جدا، يعني ممكن يكون فيها خبطه في الشاسيه، ممكن يكون في حاجه زي كده، بعد كده عمرك ما هتعرف تبيع العربيه دي، والعربيه مش هتمشي زي الاول. فيعني خد الفلوس احسن، يعني في حلول ممكن تعمل. لا. اوكي. طبعا شفت الكلام ده في حاجات تانية كتيره جدا. واحد تاني مثلا يحصل له مشكله يقول لك طب انا مش هجدد معاكم، انا هلغي الوثيقه، انا مش عارف ايه. العنجهيه. طيب هو السؤال، شركه التامين اللي انت بتشتغل معاها دي او زي المحل اللي انا كنت بشتغل معاه هيقف علينا؟ هيقف على واحد، اتنين، 10، 100؟ يعني الشركه اللي هي مثلا بتشتغل في مليارات، 170 مليار دولار مثلا، هو ده انا هاثر عليهم قوي لهذه الدرجه؟ طب ما خلينا اذكياء شويه. وده انا اللي اتعالجت منه، فاكتشفت ان انا موضوع العنجهيه ده ما بيسلكش هنا في البلد، ما بيسلكش. الحل ان انا اخد حقي بدماغي. في مره من المرات حصل لي تسمم انا وولادي بسبب اكله بيتزا من محل كبير، تشين جامده جدا، طبعا مش هقول اسمها يعني. بس حصل لنا تسمم. فانا بالعنجهيه بتاعتي كنت لسه ما اتعالجتش، رحت متصل بالرئيسي، الفرع الرئيسي بتاعهم، وقلت له انا هعمل فيك واسوي فيك وهعمل فيك واسوي فيكوا. قال لي الراجل خلاص ما تزعلش حقك عليا، انا هبعت لك كارت كادو. راح باعت لي كارت كادو ب 53 دولار. 53 دولار. تخيلوا ليه 53 دولار؟ لان انا كنت دافع 43 دولار، راح باعت لي 10 دولار عليهم، يعني بيجبي عليا ب 10 دولار. تخيلوا. انا عبيط، ما عرفتش اخد حقي. العنجهيه بوظت لي الشغل. انا كنت ممكن اخد حقي بطريقه تانية ظريفه جدا. ايه هي؟ ان انا ابسط حاجه، او متصل بالبوليس، يجي البوليس هلاقي العيال مرميين وتسمم ومش عارف ايه والاسعاف ومش عارف ايه، يعمل محضر. الراجل ده كان جري ورايا، مش انا بقى اللي هروح اكلمه عن جايه ده، انا كنت هكلمه منتهى القرف، وهو كان هيجي يتحايلوا عليا وممكن اخد تعويض كبير جدا. فنفكر الموضوع مش عنجهيه، كل حاجه ليها وقت. الراجل اللي مثلا اللي مع شركه تامين في عربيته، بدل ما تروح تصلح عربيتك وهي بايظه وتتكلف وتاخد وقت وكلام من ده، العربيات دلوقتي سعرها غالي، انا معاك، بس هندور ونلاقي، نحاول نرفع السعر اللي هو مديهولنا، نحاول نعمل اي حاجه بحيث ناخد مبلغ كويس ونظبط الدنيا بدل العنجهيه. اوكي. نصيحة لحضراتكم، حاولوا لما تيجوا البلد هنا، أي حد جاي جديد أو حد قديم بس لسه ما اتعالجش من موضوع العنجهية، سيب جزء من دماغك في بلدك. زي ما سبت لبسك وسبت عفشك وسبت حاجات كتيرة جدا، جزء من دماغك برضو يتساب هناك، وابتدي اشتغل بدماغ البلد هنا. البلد هنا ما بينفعش معاها العنجهية، ما بتديش حاجة زي ما بلادنا كان بتعمل، ما بيجروش ورانا، ما بنفرقش معاهم في حاجة ولا أي حاجة خالص، بل خلينا أذكى منهم، خلينا ناخد اللي احنا عايزينه بدماغنا من غير عنجهية. يومكم جميل.